هل هذا السبب يمنع زواجنا؟ طبعا ما أدري أم محمد، هذه يعني قضايا تحتاج إلى النظر في كل القرائن المحيطة بالزواج يعني. لا، هذا هو السبب يعني الوحيد اللي مانع زواجنا، انه ابوه مو موافق لانه انا من مدينة وهم من مدينة ثانية. على العموم النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يزوج من يرضى دينه وخلقه، وأمر أن تخطب المرأة لدينها وأخلاقها. فإذا كنت أنت يعني إن شاء الله تعالى أنك لا شيخ، ولا مقطوع عن كلامك شيخنا، أنا ما ينقصني أي شيء وأهله كلهم يعرفوني، لكن أبو الشخص مو موافق. ليش؟ لأنهم عندهم كنا من هذه المنطقة، من منطقتنا، لكن مو زينة يعني ما عجبتهم. أنا قاعد يظلموني وقاعد يحاسبوني على أخطاء غيري. إيه، على العموم إن شاء الله لعل الله تعالى أن يرزقك الخير سواء مع هذا الخاطب أو مع غيره. أنت اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فإن شاء الله أن الله تعالى يريد بك خير سواء مع هذا الخاطب أو مع غيره، وأنا إن شاء الله أدعو لك بإذن الله. بارك الله فيكم، مرحبا بكم. من معنا؟ أخوي مروان تفضل. السلام عليكم. تفضل يا مروان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ يا مرحبا يا مروان، حياك الله. بارك الله. الله يحييك، يا مرحبا. شيخ أسألك، عندي أخوي مصاب يعني الله أعلم، هو متزوج كان والحين يعني صار يمشي، ما أعرف يعني يمشي بالطريق يعني غيرت حالته. ما فهمت هو ايش عنده مشكلة يعني ايش؟ والله عنده مشكلة وخياه الحين يعني متغير، يعني ما أخذنا على شيء وعلى السيوف على هاي ما دام. والله يا شباب الصوت يقطع عندي ترى، ما فهمت والله ماذا يقول مروان. شيخ. اي نعم مروان، الصوت يقطع، انا ما فهمت سؤالك. قاعد ناخذ على شيء وقالوا لنا الشيوخ ممكن في ناس، فاخذناه على الشيوخ وما مشى الحال لأهل مروان أنت في الدوحة؟ أرجو من الأخوة مروان إذا كان في الدوحة يصلي معي اليوم في جامع عمر بن الخطاب، وأسمع إن شاء الله تعالى سؤاله. يصلي معي التراويح. نعم، من معي؟ أخوي محمد تفضل. ألو. تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. يا مرحبا بك. الله يعطيك العافية. الله يحييك. كل عام وانتم بخير. وانت بخير، الله يسلمك ويحفظك. يعلم الله ان احنا نحبك في الله. الله يجعلنا وياك من احبابه. الله يعطيك العافية، والله يعينك على السؤال والجواب عن المسلمين. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا محمد. الله يجزاك خير، يعطيك العافية. لكن الشيخ أنا بسألك سؤال بخصوص صلاة التراويح. إيه؟ هل هي واجبة؟ لا، سنة. سنة يعني لو ما تصليها ما في شيء؟ لو ما تصليها ما في شيء، بس يكون فاتك ثواب يعني. الله يعطيك العافية. الله يقبل منا ومشكور يا شيخ، الله يعطيك العافية. الله يحفظك يا محمد، حياك الله. الله يحييك. مرحبا بك. عبد القوي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟ مرحبا يا عبد القوي، تفضل. يا شيخ أنا ما عندي سؤال، أنا بس حبيت أسلم عليك يا شيخ محمد وأقول لك إني أحبك في الله، ويعلم الله إني لما أكون في ضيقة وأشوف وجهك الطيب هذا يمين بالله ينفتح. جزاك الله خير، الله يجعلنا وياك من أحبابه على منابر من نور يوم القيامة. وانا ابي منك خدمه الله يليك يا شيخ. تفضل يا عبد القوي. ابي منك دعوه طيبه، بس ان الله يفتح علي ان شاء الله ويفك مني الدين ان شاء الله من علي دين. اسال الله انه يوسع عليك. اطلب منك الدعوه الطيبه. اسال الله انه يوسع عليك يا رب العالمين وعلى كل من يسمعنا يا رب. هذا شرف كبير اني اكلمك. الله يشرف قدرك ويحفظك يا عبد القوي، انا اللي تشرفت بك. الله يحييك يا مرحبا بك. الله يحييك. اخوي علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا استاذ. يا مرحبا يا علي. كيف الحال؟ يا مرحبا، حياك الله. بارك عليك استاذ. الله يبارك لنا وياك. والله نحبك، ولولا نحبك لما رايناك على هذا الشيء. الله يحفظك يا علي، الله يجعلنا وياك من احبابه يا رب العالمين. اسميك بيدي اود ان اسالك سؤالين. تفضل. اتمنى ان لا تزوجك هذا السؤالين باطالتها. تفضل. السؤال الاول من ناحيه الصيام. ايه. طيب، اذا كنت في مستشفى
فوضع البنج أو ما يسمى بالتخدير في فمي وأنا صائم ما يقرب الدقيقة، هل يؤثر على صيامي؟ البنج علي البنج وضع في الفم؟ وضع في الفم، نعم في وقت الصيام عندما كنت صائم. اي نعم. البنج لأجل ايش؟ لأجل الضرس ولا لأجل ايش؟ لا، لأجل أن يوضع ما يسمى بالمنظار في البنج اللي وضع ايش طريقته؟ هو بخاخ بخاخ، ما يسمى بالبخاخ. طيب شعرت بطعمه لما بلعت ريقك؟ والله المظهر أو المنظر أو المشهد تلك اللحظة لم يجعلني أتذوق أي طعم ما، لأنه كان شديد جدا. لكن ما رأي الإسلام؟ هذا سؤالي. والسؤال الثاني، كما ترون فضيلة الشيخ ما أصاب العالم من ما يسمى بإنفلونزا الخنازير معي، ما رأي الإسلام في أن يتوجه الشخص للمسجد مع أنه يعلم أن هناك أناس مصابين بإنفلونزا الخنازير؟ هل أن الشخص يقدم على الصلاة أم أن الشخص يصلي معه وهو يعلم تمام العلم أن هذا الشخص أو أشخاص عدة مصابين بهذا المرض وأنه على تم الاستعداد لانتقال هذا الفيروس له؟ ما رأي الإسلام؟ وأذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة أو ما أذكر يا فضيلة الشيخ أنهم منعوا من الظهور من العراق أو الدخول للعراق بسبب مرض الطاعون، ما يسمى بالمرض الطاعون ذلك الزمان. بس علي، أنت ما الذي جعلك تتأكد أن فلان وفلان وفلان هم مصابون بإنفلونزا الخنازير؟ المعلومية يا أستاذ الكريم، الآن من الممكن أن نقول أكثر أهالي قطر مصابين ما يسمى بإنفلونزا الخنازير. الله يحفظك يا علي. فشيء مؤكد، مثل ما تعرف فضيلة الشيخ، مثل لو تابع الجرائد، لو تابع أنا أتابع وأنا أصلي في المسجد كل يوم، يصلي وراي يمكن 1000-1500. لا أحد منهم يعني ظهر منه أي بوادر تدل على ذلك ولا؟ من الشخص يكون احتياطي، يكون له أنا أقصد بالاحتياط عندما يكون. أقصد علي إطلاق هذا الكلام أن مثلا الدولة الفلانية أكثر أهلها مصابين. يعني أنا الحين في الاستوديو مليان من الأخوة المصورين ومن غيرهم، غرفة الكنترول مليانة ناس. يعني إطلاقه بهالطريقة أنا لا أشوفه، لا أرى أنه حقيقي يعني بهذه الدقة، خاصة مع أخذ الاحتياطات. يعني قطر دولة متطورة ليست متخلفة، وبالتالي عندهم عدد من الاحتياطات الصحية سواء في المطارات أو في غيرها. وأنا جئت أيضا عن طريق المطار وكان هناك فحص مباشرة لمن يأتي سواء من الرياض أو من غير الرياض. فحتى بس ما تخوف الناس بهالعبارة أنا ذكرت هذا الكلام، ولا يعني لا يكون الإنسان علي عنده نوع من الوسوسة أحيانا من بعض الأمراض التي تأتي. لكن أبشر يعني من عيوني أنا سأتكلم بإذن الله. مهما كان يجب على الإنسان الاحتياط، يحذر. صحيح صدقت، سأتكلم عن ذلك. على السيء حتى لو كان مثلا يعرف أن هناك معركة وهناك ما يسمى بشيء الخطر، صحيح. يقدم عليه ويضحي بنفسه. صحيح كلامك صحيح. أتمنى أن أرى ما رأي الإسلام في هذه المسألة، مع أنها فتوى ما تسمى فتوى جديدة. أعطاك الله العافية وأدامك الإسلام ذخرا في ذلك. حياك الله يا علي، يا مرحبا. حياك الله يحييك. نعم أخي سعد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ. يا مرحبا.